بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن قارئ القرآن يوم القيامة: يا قارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. أحبتي في الله، وها نحن في حلقة جديدة مع برنامج أهل القرآن. معنا ضيف عزيز على قلوبنا، معنا ضيف يقال عنه الشيخ، ووالده شيخ، وأخوه شيخ، في بيئة قرآنية نشأ، وعلى كتاب الله حفظ وتربى وترعرع. صوته من حلاوته وعذوبته لا تمل منه، بل تتمنى دائما وأبدا أن يكثر في تلاوته. حبيبي في الله، معنا الشيخ يوسف عبد الله أبو عامر، فلنرحب به جميعا، ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقه دائما حسن تلاوة الصوت وراحة البال والطمأنينة. ونود جميعا أن يعرفنا بسيرته الشخصية عن تخرجه وعن تلاوته وعن حفظه وإمامته، فليتفضل ونرحب به بأخونا الضيف الشيخ يوسف أبو عامر. يعني جزاك الله خيرا أبو سيف على هذا اللقاء. أنا سعيد به وسعيد بوجودي معك. الله يبارك فيك. وأسأل الله عز وجل أن يجعل عملنا كله صالحا ولوجهه خالصا، اللهم آمين. وأن يديم علينا النعمة الصحة والعافية والستر، وأن يرضى عنا جميعا وعن والدينا، واجعلنا جميعا من أهل القرآن. طبعا الحديث عن النفس حديث لا أحبه، لكن بما إنك يعني قد تفضلت علي بالكلام، فأتكلم معكم قليلا جدا. أنا يوسف عبد الله أنور السيد أبو عامر، من مواليد 97. الحمد لله دخلت الأزهر، ولست أنا وحدي، فقد نشأت في بيئة قرآن. فوالدي الشيخ عبد الله أنور أبو عامر من أحد أعلام تحفيظ القرآن في قريتنا، وأيضا أخي فضيلة الشيخ عبد الرحمن عبد الله الإمام والخطيب ووزارة الأوقاف، وهو أيضا مجاز بالقراءات العشر بفضل الله ويجيز بها، والحمد لله له طلبة مشهورون ومعروفون في قريتنا. نسأل الله عز وجل أن يديم عليه النفع. اللهم آمين. دخلت الأزهر، والحمد لله من علي الله عز وجل بحفظ القرآن، وكان هذا بدفع من والدي جدا، فهو رجل قرآني كما يقولون، وكان يحب لي أن أحفظ القرآن، خاصة وأنا وصية أمه هانم كما يقولون، وهي شيخته التي حفظ عليها القرآن. أم الشيخ هانم عليها رحمة الله كانت قد أوصته أن إذا رزق ولدا أن يسميه يوسف. لذلك أنا يعني مدلل عند والدي كثيرا لهذه الوصية، ما شاء الله. ولله الحمد والمنة. دخلت طريق القرآن، ولم أكن قد هيأت نفسي لهذا الطريق، ولم أكن أعد نفسي لهذا الطريق أبدا. فكنت كأحد الشباب أتلهى بالدنيا وأخذتني فتنتها، وكنت لا أعطي القرآن اهتماما كبيرا في حياتي، حتى من الله علي أن حدث لي موقف كان هذا هو محور التغير في حياتي كلها. كان هناك مسجد قد طلب مني إماما لصلاة التراويح، فأخذت معي أحد الإخوة من قريتنا وذهبت به في منطقة فيصل، وصلى بالناس العشاء، ووقفنا خارج المسجد، وجاء صاحب المسجد وكان قد صلى في مكان آخر، فأول ما سلم علينا قال: بسم الله ما شاء الله، الشيخ بتاعنا. ولم أكن أرتدي قميصا ولا زي الإمام، فقلت له: لا، هذا أخي فلان هو الإمام. فقال: أنت وجهك وجه قرآن، ولم أكن بعد في الطريق. هذه الكلمة كانت محور التغير في حياتي. من يومها أخذت طريق القرآن. بعد هذا الموقف من الله عز وجل علي وتغيرت وجهتي نحو القرآن، فأخذني أخي وأدخلني إلى طريق الإمامة بالناس عنوة.
هكذا. ومن يومها والحمد لله يعني بقالي حوالي 8 سنين بأم بالناس بفضل الله عز وجل. طب نتمنى أن تسمعنا بعض الآيات من القرآن الكريم لعل الله سبحانه ينفعنا بها. الله المستعان. الله المستعان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. كانت هذه حلقتنا الرائعة مع ضيفنا الرائع، ما أمتعه من صوت وما أمتعه من تلاوة للقرآن ما تيسر من سورة لقمان، فيها من الوعظ، فيها من النصائح، وفيها من الأوامر والنواهي من لقمان لابنه. أحبتي في الله، وها هنا قد انتهت حلقتنا اليوم مع برنامج أهل القرآن، ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم راحة البال والهناء والسرور، ومع حلقة جديدة وضيف جديد مع برنامج أهل القرآن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.